السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عبد الرحمن علي، مؤسس صفحة موبايلز. وفي الفيديو ده هعرفكم ازاي تفعلوا تسجيل المكالمات على أجهزة سامسونج اللي مش عليها تسجيل المكالمات. المشكلة دي أصلا بتظهر إن أنت ما عندكش تسجيل مكالمات لأن جهازك بيبقى دولي، بيبقى السي اس سي بتاعه على دولة أخرى ما فيهاش أي تسجيل. الدول اللي بيبقى فيها تسجيل هي مصر والهند وكام دولة كمان، بس طبعا يفضل إن أنت لما تيجي تغير على مصر أو الهند. ملحوظة مهمة جدا ليكم: تسجيل المكالمات ما تشغلهوش أو ما تستخدموش غير لما تكون أنت عايزه ضروري أو هتبلغ الطرف التاني إن أنت بتسجل له. لو جينا للموبايل وفتحنا برنامج الفون، تمام، هندخل على الثلاث نقط والإعدادات، وبعد كده هتلاقي إن أنت ما عندكش تسجيل مكالمات. ده جهاز هو ما فيهوش أي تسجيل مكالمات، وعشان كده استخدمته إن إحنا نوريكم إزاي هنعمل ده. طيب، مبدئيا بقى فاكرين برنامج سام اف دبليو تول اللي استخدمناه عشان نعرف صحة البطارية؟ هو نفس البرنامج اللي هنستخدمه هنا تاني عشان نغير السي اس سي. طيب، ولحسن حظكم هو كان محتاج تحديث. ما تنسوش ان انتوا لازم تكونوا مفعلين النت على الجهاز اللي انتوا هتستخدموه عشان يشتغل معاكم البرنامج. طيب، انا دلوقتي هحدثه قدامكم واعرفكم ازاي تستخدموه، بس اول حاجه لازم ندخل على الاباوت فون واقول لكم ان دلوقتي السوفت وير بتاع الجهاز ده اهو على روم الامارات. اكس اس جي ده الروم بتاع الامارات، عشان كده مش بيدعم تسجيل المكالمات. طيب، من الموقع بتاع سام اف دبليو زي ما انتم شايفين هندخل عليه عادي. يبقى كاني بفرجكم ازاي الطريقه بتاعته من الصفر لو انتوا البرنامج مش عندكم، او لو عندكم بس عايز تحديث، فدي اهي برضو اديكم متابعين الطريقه بتتعمل ازاي. هننزل تحت خالص طبعا زي المعتاد اللي هي السام اف دبليو تول دي، تمام. هننزل تحت خالص دي اللي هو تحديث 5.3، وهندوس على اللينك بتاع التحميل، سواء اللينك الاولاني او التاني مش هتفرق. انا استخدمت اللينك الاولاني، تمام، وبعد كده قلت له ان هو ايه يعمل داونلود، وهتختار داونلود اول، وعلى حسب سرعة الانترنت بتاعتك هياخد هو الوقت عندك، فانا هسرع دلوقتي الفيديو عشان ايه يخلص. بعد ما خلص داونلود هنروح للمكان اللي احنا حملنا فيه الملف، وهنعمل عليه رايت كليك، اختار الوين رير واعمل له اكستراكت. ما تنسوش ان انتوا لازم تكونوا طافيين الانتي فيروس اللي على جهازكم. بعد كده هثبته عادي جدا، وهديله يس ونكست لكل اي حاجه هو عايزها لحد ما يخلص ويقول لي ان انت ايه دلوقتي جاهز ان انت تفتح البرنامج وتديله فينش ان انت تفتح البرنامج بقى بتاعك وتستخدمه عادي. دلوقتي هندوس على فينش والبرنامج هيشتغل اوتوماتيك. طيب، مهمة الجهاز الكمبيوتر كده او اللابتوب انتهت، لازم بقى نيجي نشوف الموبايل. الموبايل فيه مهمة كبيرة جدا عليه، وهي ان احنا ندخل على اعدادات حول الهاتف، وننزل عند معلومات عن النظام، وهنختار البيلد نمبر. البيلد نمبر هو رقم البناء، هنفضل ندوس عليه لحد ما يفتح حاجة اسمها developer mode أو developer options، ودي كنا فتحناها already في موضوع بتاع البطارية لما قلنا هنختار ايه اليو اس بي debugging. بس ما تنسوش ان انتوا اهم حاجة تكونوا قافلين حاجة اسمها اوتو بلوكر على السيستم بتاع الموبايل، عشان لو قال لكم انت لازم تقفله. هنجيب السلك، معانا الموبايل، معانا البرنامج، هنبدأ نوصل الموبايل. واحنا بنوصل الموبايل هيبدأ يظهر عندك على اللابتوب الجهاز، تمام، هيبدأ يظهر معاك. بس لو انت لقيت الموبايل بيقولك ان هو مفتوح للتشارجنج اونلي، لا لازم تغيره، تدوس على دي ويخليه ان هو يبقى فيه ترانسفيرنج الفايلز عشان الجهاز يتقرا كويس على البرنامج ويقدر ان هو يثبت ويعمل اي حاجة هو عايزها. تمام، زي ما انتم شايفين الموبايل بقى ظاهر اهو. هندوس على سامسونج ومش هنختار اي حاجة تانية، تمام، يعني اي دي بي لا، مش عارف ايه لا، هتختار الام تي بي، تمام. هتختار فيها اللي تشينج او زي ما قلنا اهو، تختار فيها اللي تشينج سي اس سي. هياخد وقت هو، بعد كده هيظهر عندك على الموبايل يقولك allow، تقول له allow طبعا. بعد كده هيقولك بقى اختار ايه السي اس سي اللي انت عايزه، هيديك اوبشنين: اوبشن الفون بيسبورت ايه، وان انت عايز تحط ايه. اختار اللي هو ليك سبورت ليه، ده اهم حاجه، لان طبعا الاجهزه اللي هي الامريكي والكوري مش هينفع ان انت تغير السي اس سي لمصر.
ولو حطيتها بنفسك مش هيشتغل ومش هيرضى ان هو يكمل، وهتدوس على تشينج. بعد كده هيبدأ ايه يعمل شوية خطوات كده لوحده. في أجهزة بتدعم الكود اللي هو بتاع المينتنس العادي اللي هو نجمة شباك زيرو نجمة شباك، وفي أجهزة لأ. الجهاز اللي معايا ده ال A05S لأ، ما بيقبلش، فهحط عليه الكود التاني اللي هو كاتبهولي فوق، نجمة أو نجمة شباك زيرو نجمة شباك مش بيدعمه. فأحط بقى الكود التاني نجمة شباك نجمة شباك 8 شباك نجمة شباك نجمة. تمام. بعد كده هيفتح. أول بقى ما كده أقوم قايل له بقى تحت اهي اوريدي اوبن خلاص التست مود عشان هو يبدأ يكمل خطواته لوحده. هتلاقوه دلوقتي اهو بدأ يشتغل تاني ويقول لي changing السي اس سي لإيه اي جي واي اللي هي ايجيبت مصر. بعد كده هيبدأ الجهاز يعمل ريستارت، ما تشيلش الكيبل أبدا لحد ما يخلص والجهاز يفتح معاك. عشان كده أنا هسرع الفيديو دلوقتي عشان عبال ما ينجز ويخلص ايه الريستارت. بعد ما الجهاز بتاعك ما فتحش شيل السلك عادي خلاص مفيش أي مشكلة. هتلاقي دلوقتي الجهاز بتاعك انت عايز طبعا تتأكد إيه الدنيا. طيب أول حاجة هندخل عليها في الجهاز إن احنا ندخل على الإعدادات نتأكد إن السي اس سي بتاعه اتغير. إعدادات حول الهاتف، وهندخل على معلومات عن النظام، وهننزل لحد الحتة بتاعت السيرفيس بروفايدر هنلاقيها اتقلبت اهي ل اي جي واي بدل اكس اس جي. لو دخلنا على برنامج الاتصالات فتحنا من 3 نقط السيتنجز هتلاقي اهي ريكورد كولز بقت فوق ظهرت اخيرا. جواها الاوتو ريكورد كولز عادي، وان انت تمسحهم او تشوفهم او ايا كان كله بقى موجود. بس اهم حاجة زي ما احنا اتفقنا تستخدم الريكورد لو انت بتنسى او هتبلغ الشخص اللي قدامك. لو عايز بقى تقفل الديفلوبر مودز موضوع بسيط، تدخل عليها تاني وهتطفيها من فوق، وبكده ان انت تكون قفلت الديفلوبر اوبشنز بتاعتك عادي جدا. ودي مش هتأثر على حاجة في تسجيل المكالمات على فكرة، يعني عادي ان هي تتقفل. وبالنسبة للتحديثات في المعتاد ان هي بتفضل شغالة عادي من غير اي مشاكل، ونادرا لما بتحصل مشكلة وبتقف. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم، وما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.